كوريا الجنوبية الأستاذ بيقول حبيبي المحترم حبيب قلبي، بس سؤال يا حبيب أخوك، أنا أسمع إن كوريا الجنوبية جميلة أوي ونضيفة جدًا وأهلها طيبين، سِبتها ليه مع إنك كنت شغال وكمان كان ربنا يكرمك بصاحب شغل طيب زي ده؟ وسؤال تاني، هل كوريا الجنوبية فيها عقود عمل للناس اللي خارج كوريا؟ حضرتك أول سؤال كوريا الجنوبية عشان تعرف تعيش فيها محتاج حاجة واحدة بس respect yourself احترم نفسك، يعني من الآخر كوريا الجنوبية مبدأها حاجة واحدة بس، عاوز تعيش في كوريا الجنوبية احترم نفسك، لو عرفت ازاي تحترم نفسك هتعرف تعاشر الشعب الكوري وهيحبوك جدا، لأن اللغة الكورية نفسها كلها احترام. أي جملة في اللغة الكورية هتلاقي دايما كلمة امني ده أو يو، دي معناها حضرتك. ما ينفعش حد يقول لك حتى السلام عليكم كده حاف، لازم يقول لك السلام عليكم حضرتك انيواسا يو، الا لو انتوا صحاب قوي في التحيه بتاعتهم هيقول لك انيو، اصحاب وفي نفس السن وعادي واخدين على بعض قوي هيقول لك انيو اللي هو السلام عليكم. انما لو واحد ما يعرفكش اصغر او اكبر منك عاوز يقول لك السلام عليكم او صباح الخير او مساء الخير هيقول لك انيواسا يو، يعني حضرتك السلام عليكم. فاللغة الكورية لو سمعت نشرة الأخبار الكورية دايما هتسمع اللي في نشرة الأخبار في كوريا الجنوبية دايما كلمة امنيدا أو يو. فكوريا الجنوبية if you want to live in South Korea number one respect yourself. If you can respect yourself you can live in South Korea. If you can't respect yourself you can't live in South Korea. يعني قاعدة رقم واحد احترم نفسك، لو عرفت ازاي تحترم نفسك هتعرف تعيش وسط الكوريين، ما عرفتش ازاي تحترم نفسك ابقى قابلني لو عرفت تتعامل معاهم، لان الشعب الكوري شعب بيحترم لغته جدا 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 جدا. سبتها ليه؟ واحد مصري ربنا ياخده معرفش هو مين اساسا بلغ عني عشان كنت بساعد الناس هناك، كنت بساعد كل الناس، ربنا كان مقدرني ان انا كنت الوحيد اللي بعمل محتوى وقتها، كان في واحد تاني بيعمل محتوى على اليوتيوب، انا كنت بعمل على الفيسبوك واليوتيوب، ما كانش وقتها في تيك توك، فكنت بساعد كل الناس وكان اي حد بيجي من اي جنسيه كنت بجيبه عندي واكلم صاحب الشغل شغاله يوميات، وكان في ناس كتير جدا جيت وفي ناس قدرت اساعدها وناس ما قدرتش اساعدها عادي جدا. وكنت كمان علاقاتي بالاوزبكستان والطاجيكستان في المدينه عندي روسيين كتير جدا، لان كنت بشتغل كذا شغلانه، كنت ببيع خطوط هناك تبع شركه اونلاين وباخد عليها هدايا، وكنت بنزل السوق بتاع كوريا الجنوبيه السوق الشعبي اللي هو زي سوق الجمعه اشتري جواكت وشرابات وبناطيل تقيله علشان الناس والروس ما كانش معاهم اقامات، كنت انا انزل اشتريها وابيعها لهم. وكنت كمان بشتغل مع صاحبي بالليل في الفن التشكيلي، وكنت بشتغل مع الراجل اللي انتوا شفتوه في المعمار في كل حاجه، لدرجه ان انا بقيت دراعه اليمين هناك. وعاوز اقول لك ما كنتش بتكلم كوري 100% لما كنت معاه، ولكن كنت بفهم منه كل حاجه، وده يعلمنا ان المصريين جامدين قوي. سؤالك الاولاني ربنا كان كرمني لما مسكوني وحققوا معايا قالوا لي انت بتساعد الناس، قلت لهم ايوه، سالتهم مين اللي بلغ عني، انا كل فيديوهاتي باللغه العاميه المصريه مش باللغه العربيه الفصحى، ازاي فاهمين كل كلامي؟ قالوا لي اللي بلغ عنك واحد مصري، قلت لهم مين ده؟ قالوا لي مش من حقنا نقول، ولكن هو بلغ عنك انك بتساعد الناس في اتجاه غير قانوني وبتقول للناس ان الدوله فيها شغل من غير ورق. قلت لهم ايوه الدوله فيها شغل من غير ورق. قالوا ده ما بيننا وما بين الناس عادي، انما ما نطلعش نقول ان كوريا الجنوبيه ما بتحترمش القانون. قلت له لا، ما هو في ناس كتير جدا شغاله من غير ورق. قالوا لي ده ما ينفعش نقوله على السوشيال ميديا. قلت لهم طب دي الغلطه الوحيده اللي غلطتها في كوريا، انا بحترم بلدكم جدا وليه علاقات قويه جدا، وكلموا صاحب الشغل وحاول ان هو يتوسط لي باملاكه علشان خاطر اخرج واشوف حياتي، رفضوا رفض نهائي وما اعرفش لحد النهارده مين اللي بلغ عني. فكوريا الجنوبيه لما سبتها ما سبتهاش بمزاجي، خدت بلوك منها 5 سنين من زمان، وافتخر ان انا بقول دوت لان ما عملتش حاجه غلط ولا كنت بسرق ولا كنت شغال في الشمال هناك، بفضل الله سبحانه وتعالى. لحد يومنا الحالي صاحبي الكوري متواصل معايا لحد يومنا الحالي، لو رجعت كوريا الجنوبيه بعد ساعه من وجودي في كوريا هلاقي سكن وهلاقي شغل وهلاقي بدل الشغل مليون شغلانه، وعلاقاتي لحد النهارده بقالي 7 8 سنين بعيد عن كوريا الجنوبيه، علاقاتي لحد النهارده اكتر من 8 سنين كمان، علاقاتي لحد النهارده موجوده لان الحمد لله اسست هناك حاجه محترمه جدا، كنت محتفظ بهويتي جدا بعاداتي بتقاليدي بديني، واكتر حاجه خلتهم يحترموني ان انا كنت بحترم نفسي وبحترم ديني جدا. والراجل البوزي اللي انتوا شفتوه في الفيديو كان بيحترمني جدا عشان اول ما اتعرف عليا في رمضان، وكنت طبعا بشتغل وبصوم مش عاوز اكل ولا اشرب، وكان الجو في اليوم ده حر جدا، ويقول لي طب كل اي حاجه، طب اشرب اجيب لك حاجه تشربها بيره والحاجات دي، اقول له لا ما بشربش، فاحترمني بعدها جدا، وقعدت فتره طويله شغال معاه وكان بيديني يوميه عاليه جدا. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني هل كوريا الجنوبيه فيها عقود؟ ان شاء الله الفيديو الجاي هجاوبك عليه. السلام عليكم.